تنصح الناس بينا؟ طبعا بجد؟ طبعا يعني عن الحمد لله عن تجربه معاكم شخصيه. طبعا. اخبارك ايه في السواقه معانا؟ الحمد لله بقيت احسن من الاول. كنت جاي وما كنتش بعرف اسوق. الحمد لله بقيت بطلع على الطريق السريع وبخش في الزحمه وبقيت تمام خالص يعني. ازيك يا باشمهندس؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. احنا اولا سعيدين بحضرتك جدا وتشرفنا جدا جدا بحضرتك. حضرتك انا اتشرفت بيهم والله. طيب انت حضرتك عرفتنا منين وايه فجأة لقيت ناس كتيرة معانا؟ والله حضرتك يعني عرفتهم عن طريق واحد صديقي يعني. تمام. فمش من كام سنه يعني. سافرت بره ورجعت. سافرت بره ورجعت. زي ما انت مفيش مشكله. سافرت بره ورجعت طبعا عايز اتعلم بقى السواقه يعني وانا فاهم مش ان انا بسوق، لا انا كنت بعرف اسوق تمام بس وخلاص كده يعني مفيش اساسيات اللي هو يعني. بتسوق وخلاص كده. الاول فين التاني فين ان هو بتطلع وخلاص عاوز تطلع يعني. تمام. ف كلمت حضرتك ووصلت معاك. فبدأنا الحمد لله كورس فيه حاجات كتير جدا انا مش عارفها. تمام جدا يعني بجد يعني لازم حد ما فيش حاجه اسمها تعالى اما اعلمك او الكلام ده خالص. لازم يعني ما فيش حد يقول لحد ايه تعالى يا عم هقول لك كذا وخلاص، لا. تمام. ليه اسس ليه قواعد. في العربيه ذات نفسها وبتعرف العربيه تمشي ازاي بتتحرك ازاي، الركنه بتركن امتى، الاخرى لما تكون على الرصيف، تفاصيل كتير جدا الواحد ما كانش عارفها بصراحه يعني. تمام. بفضل الله ثم لحضرتك كابتن طبعا يعني. تسلم يا رب. ربنا يبارك في عمرك يعني. انت فوجئت بعديها ان زمايل كتير لحضرتك عندنا؟ في الحمد لله اصحاب ليا كتير عند حضرتك برضو، وبشوف القناه بتاعتكم على اليوتيوب بتقدم معلومات جميله جدا. تسلم. يعني من ضمن الناس المحترمه برضو اللي احنا عرفناهم على اليوتيوب برضو يعني. ربنا يا رب يبارك لك يا رب. تنصح الناس بينا؟ طبعا. بجد؟ طبعا يعني عن الحمد لله عن تجربه معاكم شخصيه. طبعا. احنا اولا اتشرفنا جدا جدا بحضرتك واتشرفنا بالتعامل مع حضرتك جدا، وبنقول لك يا رب بالتوفيق كده. احنا ماشيين دلوقتي يا جماعه على الطريق السريع اهوت وهنلف وندخل في طنطا اهوت من على الطريق من بره. اتشرفنا جدا جدا بحضرتك ويا رب نتمنى لك التوفيق كده. يا رب والله. ماشي. السلام عليكم. ازيك يا مستر؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. اخبارك ايه في السواقه معانا؟ الحمد لله بقيت احسن من الاول. كنت جاي وما كنتش بعرف اسوق. الحمد لله بقيت بطلع على الطريق السريع وبخش في الزحمه وبقيت تمام خالص يعني. يعني احنا دلوقتي لسه جايين من على الطريق السريع ومن جوه طنطا اهوت ودخلنا سبربي، وحاسس ان ادائك كويس؟ تمام. حاسس ان انا افضل من الاول بكتير يعني وحسيت ان انا في تحسن اكتر يعني. طب انت عرفتنا ازاي؟ كان واحد صديق ليا كان جه اتدرب في المدرسه دي قبل كده وبعدين بساله عادي يعني في حوار بينه وبينه وقال لي عليها. نصحك بالمكان يعني؟ نصحني بالمكان. طب وانت لما انت جيت جربت بنفسك بقى؟ جربت المكان لقيت المكان تمام والتعليم على اكمل وجه. تسلم. وما شاء الله على كابتن مؤمن يعني من امهر الناس اللي بتدرب هنا في المدرسه. تسلم. وربنا يجازيه خير ويكرمه. احنا اتشرفنا بيك جدا واتشرفنا بوجودك معانا بالريفيو الجميل، وبنقول لك يا رب نتوفق لك كده في حياتك يا رب كده وعلى عربيتك. يا رب. تقول للناس باي باي. باي باي. ازيك يا مستر؟ اهلا بحضرتك. عامل ايه؟ ازيك يا كابتن؟ الحمد لله. انا عايزك تحكي للناس بس كده التجربه معانا كانت عامله ازاي، وانت قد ايه ما كنتش عايز تيجي تركب ورا الدركسيون؟ ابدا والله كنت خايف جدا. في الحقيقه انا عرفت الشركه عن طريق الفيسبوك. تمام. على الفيسبوك قدمت وكده. كنت انا خايف بصراحه اخد الخطوه دي من زمان يعني. بقالك سنين قوي. كتير بقى اكتر كتير. من 5 سنين او 6 سنين. تمام. فالحمد لله يعني ربنا كرم بمعرفه حضرتك، راجل محترم جدا. تسلم. ربنا يحفظك يا رب ويعزك. الله يخليك يا حبيبي والله. انت دلوقتي ماشي على الطريق السريع. انا ماشي على الطريق السريع واخد ثقه يعني. انا الحمد لله الاول ما كانش فيه ثقه خالص. انت كنت قلقان انا يعني متوقع ان انا اركب اساسا نفس في المكان ده. يعني انت بتقول ان انا اسوق دي حاجه من الحاجات المستحيله. دلوقتي انت ماشي وجنبك ميكروباص وعربيه معدياك والطريق سريع اهوت بس زحمه، وعلى الرغم من كده الحمد لله الشكر لله اللهم بارك يا رب. الله يبارك فيك. الدنيا كويسه جدا. الحمد لله والله. تنصح الناس بينا؟ اكيد طبعا. اكيد طبعا بعد اللي انا جربته ده واللي انا فيه دلوقتي. ما شاء الله اللهم بارك يا رب. ربنا يبارك فيك. احنا اتعلمنا ايه كده ملخصه؟
نهدي كده عشان الناس اللي بتعدي المطب كده. وقول لي بقى احنا اتعلمنا ايه ملخصة كده سريعا كده؟ اتعلمنا اول حاجه الصبر والتركيز. الصبر والتركيز. الصبر والتركيز. ايوه. واهم حاجه التركيز، وان انت تتعلم على اسس علميه الاول زي ما حضرتك علمتني كده بصراحه. ربنا يا رب يبارك لك. والتركيز والتوكل على الله. تمام. الحمد لله. اتعلمنا ان احنا نطلع بالعربيه بالراحه في ثبات. ايوه. اتعلمنا نرجع بظهرنا، نركب ما بين عربيتين والتحضين، وكان اسهل حاجه ما كنتش متخيل ان بقى كمان. والسريع وجوه طنطا. جوه طنطا انت كنت جوه طنطا، انت هتدخلني جوه طنطا يا عم مؤمن. ربنا يا رب يبارك لك، اتشرفنا جدا جدا بحضرتك. والله الله يخليك. وشكرا للريفيو الجميل ده. الله يخليك يا حبيبي يا رب. صباح الفل يا درفتاوية، احلى صباح عليكم من احلى طرق. معانا النهارده الدكتور احمد ياسر. ازيك يا دكتور؟ صباح الفل يا مستر. اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. يا رب تكون بخير يا رب. يا رب دايما. اخبار السواقه معاك ايه؟ الحمد لله زي الفل حلاوه. واخبار الزحمه والناس اللي بتزمر من ورانا واللي عايزين يطيروا دول الناس كلها ايه؟ بقوا مسوقين يا مستر. ايه الاخبار واخبار السواقه معاك ايه؟ الحمد لله بخير والله. كله تمام؟ احسن كتير، اتحسنت المستوى عالي كتير الحمد لله والله. ده تاني كورس ليا في الممارسه يعني. تمام. طيب خلاص قررنا ان احنا نجيب العربيه خلاص؟ ان شاء الله ده تمام عليك. تمام. طيب تمام، عايزين بقى نشوف هنتعامل ازاي مع الراجل اللي قطع علينا الطريق دوت. وتقول تمام. للناس كده بالراحه كده رايهم رايك كده في السواقه، وتنصحهم بايه؟ فانصحهم يجوا هنا ان شاء الله عشان التعلم هنا بمستوى احترافي. يعني من تحت لفوق على الهادي خالص، واحده واحده سنه سنه. والمستر بيبقى متعاون جدا. طيب تنصح بايه الناس اللي لسه خايفه من انها تيجي تتعلم سواقه؟ لا تيجي ان شاء الله، ما تخافش وربنا بيكرم. طيب بالراحه بقى، ورينا هتتعامل ازاي مع المطب بالراحه. انت كده هديت وخدت غيار اقل. برافو، الله ينور. جميل، الله ينور. عامل عادي خالص.